في كلام قوي النادي الاهلي بيهدد من الانسحاب من السوبر. السوبر ايه يا عم؟ لا ما تقلقش، مش من السوبر الافريقي. هو بيهدد من الانسحاب من السوبر او كاس النخبه المصري. وليه؟ لان النادي الاهلي شايف ان مروان حمدي سب جمهور النادي الاهلي، وده جه على السوشيال ميديا وكان لابد من تحويله للجنه الانضباط، وحتى الان لا وجود لاي قرارات ضد مروان حمدي. فالنادي الاهلي شايف ان ده يعني ازاي ده يحصل. في المقابل ايضا النادي الاهلي مستاء من عدم وقوع عقوبه على جوميز مدير فني لنادي الزمالك، رغم انه زق الحكم وكلام من هذا القبيل. وطلع اتحاد الكوره او كابتن محمد فاروق رئيس لجنه الحكام الحالي قال لك الحكم ما كتبش في تقريره. في المقابل الزمالك قال لك اذا كان الحكم في وقت الحدث ما اتخذش اي قرار، فازاي بعد